معدوله كده. طب ليه مش معدوله؟ عشان تاخد شكل الخد. بنعمل كده من هنا كده، من هنا نقوم عاملين كده خط، فتحس ان العين اتسحبت معاكي سحبه كده للوش. فيديو جديد في قناه سما سيمو. مبدئيا الفيديو ده لو نزل في ميعاده فانا كده بجد بطله، لان الساعه 2 والفيديو ده المفروض ينزل الساعه 5. متخيلين انا زنقت نفسي لحد امتى؟ بس ولو انا قلت مادام هنزل لكم فيديو يبقى لازم اصوره وانزله لكم. طبعا باين من الحاجات المحطوطه دي ان احنا هنتكلم عن الميك اب وعن اي بنوته عايزه تشتري ميك اب، حتى لو اللي هي الحاجات الرخيصه اللي مش سعرها عالي قوي، لمجرد ان هي عايزه مثلا تجرب عشان مثلا قربت تتجوز عايزه تجيب حاجات. فانا هكلمكم عن كل الحاجات اللي انت المفروض تجيبيها او المفروض تكون عندك تسهل عليكي الميك اب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا في الفيديو ده بجد مش هتكلم معاكم بلغه الميك اب اللي هي مثلا ليب لاينر، مش عارفه ايه، ليب كومبو والحاجات دي، عشان انا عارفه ان في بنات بتتفرج عليا ما تعرفش الكلام ده كله. في بنات بتتفرج عليا ما تعرفش يعني ايه اي لاينر، فبجد هم اخرهم مثلا بلاشر، اخرهم روج وكده، هم كده تمام. فانا هعرفك كل حاجه دلوقتي والحاجات اللي تستخدميها ايه، عشان خاطر لو انت قربتي تتجوزي او مثلا حابه تحطي في البيت لكن تحطي تخرجي في الشارع ماليش دعوه، انا مش هشيل ذنبك. المهم فالفيديو ده هنتكلم عن كذا حاجه. انا هنا هبقى بص على حاجه، هنا هبقى بص عليكم، كل فيديو لازم اقول لكم الكلام ده. فاول حاجه عايزه اتكلم عنها في الميك اب، مبدئيا كده انا عايزه اشيل الحاجات دي كلها، يعني انتوا هتفضلوا معايا، انتوا كده خلاص كده انتوا معايا في كل حاجه. كل الحاجات دي انا عايزه اشيلها اركنها عشان نبدا بحاجه حاجه. فخلينا نبدا مع بعض. احنا انتوا مش غراب بقى، انتوا ناس، انتوا بقيتوا صحابي خلاص. فنقول بسم الله ونبدا. مبدئيا اللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه محدش لايك او ما عملش سبسكرايب، فانت هيفوتك فيديو تاني للميك اب، برده حاجات الميك اب عشان احنا النهارده مش هنلحق نخلص كل حاجه. وهيفوتكم فيديو الضوافر، يعني انا عايزاكم تشوفوا كده، انا مش حاطه اي منوكير بس ضوافري حلوه الحمد لله بفضل الله. بس هقول لكم الناس اللي ضوافرها وحشه تعمل ايه بقى، مش هنغي كتير. تعالوا بقى نتكلم عن الترطيب، وهو جزء اساسي من حاجات الميك اب. طيب الناس اللي بشرتها دهنيه زيي، اول حاجه في كريم مرطب حلو قوي اسمه موندو كريم. ده انا استخدمته، بصوا هو سعره 75 جنيه، السعر كان مكتوب عليه من ساعه لما جبته في الصيدليه. المهم الكريم ده كان تحفه معايا في الشتاء، بجد كان حلو قوي، وقبل ما الصيف ما يخش قوي يعني كان حلو برده. انا دلوقتي بستخدم منه تنتوفه لمجرد ان هي تكون تحت الميك اب، بالرغم ان لما نيجي نعمل ميك اب الف ب ميك اب لازم يكون البشره مترطبه كويس قوي. بس بقى يعني ده اللي نافع مع البشره الدهنيه. هتقولي طب ما تستخدمي مثلا جل مرطب، هتستخدمي اي حاجه مرطبه. هقول لكم انا استخدمت حاجات كتير قوي، ودي هطلع اعملها في حلقه الحاجات اللي انا جبتها من الصيدليه وايه اللي نفعني وايه ما نفعنيش. بس لقيت ان المرطبات الجل في منها بيلزق على البشره، وانا بكره الملمس ده، بكرهه. يعني انا تاني حاجه بكرهها بعد اكل مال اليتيم، ان انا يكون بشرتي بتلزق كده، اللي هو ليه في ايه يعني. المهم ان انا جربت ده، فهو مش باين قوي اهو، فهو حلو قوي وعجبني. في الصيف بيخلي البشره سنه تجيب ميه، فطبعا قعدت ادور وقعدت افكر لحد لما اكتشفت اكتشاف رائع. انا عارفه طبعا ان الناس اللي هي الميك اب ارتست بقى لو شافوا الفيديو ده هيشعلقوني، بس ولو البرايمر ده. قبل ما نتكلم عن البرايمر في حاجه بس عايزين نتكلم عنها، الا وهي جل الصبار. محدش يجي يقول لي انا هرطب وشي بجل الصبار، عشان خاطر يا جماعه جل الصبار ده بجد يعني ده ميه، عباره عن ميه. بصوا انا هحط لكم حبه، هو بجد هيسيح في ايدي دلوقتي اهو. بصوا عباره عن ميه بجد، ملمسه ميه، يعني اللي هو ايه ده اصلا، ايه ده، مش هينفع. مش ما تقوليش هرطب وشي بجل الصبار، انت محتاجه حاجه ترطب وشك، الميك اب ما يشققش تحتها. انا هدهنه بقى على ايدي الميك اب ما يرطب ما يشققش، ولما انت تحطيه يبقى شكله كده ناعم كده حلو، كانك بجد بتتصوري بفلتر. هتقولوا لي هو احنا ممكن نوصل للمرحله دي في الميك اب؟ هقول لك يس ممكن توصلي لها، بس لازم تمشي معايا بقى واحده واحده. انا بعلمك كانك انت بجد ما تعرفيش اي حاجه في الميك اب. حتى لو تعرفي الفيديو ده مهم جدا، لان انا حتى هوصل معاكي لحد ايه الفرش بتاعه الحواجب، لو ما لقيناش الفرشه بتاعه الحواجب نعمل ايه والكلام ده كله. فعندي تاني حاجه بقى، يعني دي المرطبين اللي انا بقول لكم عليهم. الترطيب مهم جدا، بس الحاجه اللي انا وصلت لها ايدي بجد هو ميه مش عارفه.
فانا مش عارفه اوقف الفيديو وارجع ايه. بصوا يا جماعه احنا هنسيبه هو 3 دقايق وهينشف، فانتوا كانكم مش شايفين حاجه. هو ده ايه بقى؟ ده برايمر. البرايمر ده اسمه سنو برايت. البرايمر ده سعره 160 جنيه. انا عارفه ان هو ممكن يكون غالي، الناس عايزه تجرب لسه، بس محدش بعد اذنكم يجي يقول لي في البرايمر هستخدم البتاع المعفن الجربوع ده. ليه؟ ده انا استخدمته في الاول ما بيعملش اي حاجه يا جماعه، بجد ما بيعملش اي حاجه، وريحته مش ألذ حاجه، ونعومته مش الطف ولا اجمل حاجه. فبلاش ده، بلاش ده. ليه بقى بلاش ده؟ عشان هو مش حلو ومش بيعمل اي حاجه. والمفروض ان البرايمر على حد علمي يعني ان هو ممكن يكون فيه سنه ترطيب، وده اللي انا لقيته في البرايمر ده اللي هو بسعره 160 جنيه. بصوا يا جماعه ريحته تحفه تحفه فوق الخيال. انا بعمل لاصحابي ميك اب اوقات، فلما بعمل لهم ميك اب لازم، مفيش واحده عملت لها ميك اب بجد غير لما قالت لي الله ريحته تحفه وناعم ناعم ناعم بطريقه انا مش عايزه احط منه لان انا اصلا واكلاه، فانا خايفه ان هو يخلص. فانتوا شوفوا عنه حتى ريفيوهات تاني هتلاقوا ان هو بجد ده تحفه. فانا بنصح بده. انا بقى بعمل ايه دلوقتي الفتره دي؟ لما باجي نازله مثلا ورايا مشوار سريع بحط منه نقطه على وشي وبفردها، وبعد كده ببدا احط الميك اب بتاعي. هتقولي طب بتحطي ايه؟ بتحطي فاونديشن وانت نازله؟ بتحطي كونسيلر؟ بتحطي ايه بالظبط؟ هقول لكم لا، بس اسمعوا معايا واحده واحده عشان هي خطوات. فده انا برشحه، ممكن معاه ما نستخدمش مرطب. طبعا اي ميك اب ارتست هتسمعني تقول لك لا الترطيب مهم، بس ده عن تجربه بشره دهنيه بتجيب في الصيف اللي هو شويه وهناخد السمنه نقدحها من على وشي بجد. فدي من تجربتي. والبرايمر ده زي ما قلت لكم ريحته تحفه، بيرطب البشره، بيخليها ناعمه قوي. انت لما تحطي اي حاجه عليها بجد بتبقى فلتر اللي هو بمعنى الكلمه. يمكن انا بافور، بس هي مش افوره، هي حقيقه، عشان انا الوحيده يعني اللي مش عارفه، مش انا الوحيده، اكيد في ناس تاني جربته، بس انا اللي طالعه اقول لكم المعلومه. فانا بصراحه هو عجبني قوي. تاني حاجه عايزه اتكلم عنها، هو الفيديو زي ما هو اساسيات الميك اب، انا مش همشيه بالترتيب. عايزه اكلمكم عن حاجه حلوه انا استخدمتها، او بس قبل ما اكلمكم عن حاجه حلوه انا استخدمتها، تعالوا نتكلم عن الفرش شويه بتاعه الميك اب، وعن الخامات بتاعه الفرش بتاعه الميك اب. بصوا يا جماعه الخامه بتاعه الفرش بتاعه الميك اب، انا عندي لازم يكون عندي واحده اساسيه، فرشه اساسيه للبلاشر. بصوا شكل الفرشه عامله ازاي. انا عايزاكم تشوفوا ان هي نازله بزاويه كده، يعني ان هي مش معدوله كده. طب ليه مش معدوله؟ عشان تاخد شكل الخد، يعني بص تاخد شكل الخد وانت بتحطي، وده يبقى اسهل بالنسبه لك. عايزه اقول لكم بالنسبه لخامات الفرش، وانت بتجيبي الفرشه بلاش تجيبي الفرشه اللي خامتها ناشفه. دي انا فرش جبتها بجد ورميتها ايام ما كنت انا لسه ما اعرفش اي حاجه في الميك اب. هو خبرتي مش زي الميك اب ارتست، بس دي نصايح من واحده بتحط ميك اب، حطيت لي العرايس بجد، حطيت لهم بس ما اخدتش فلوس، يعني انا بحط لهم كده بالحب اللي هو كهوايه. بس الميك اب حرام حرام، انا مش هشيل ذنبك. انا بقول لك الميك اب ده تحطيه وانت في البيت او تحطيه لجوزك، ماليش دعوه بقى باي حاجه تاني. فالفرشه لازم تكون ناعمه. لو مسكتي الفرشه كده ولقيتي الملمس بتاعها كانه بلاستيك، كانه الخامه اللي هي مش ناعمه، مش عارفه انت اللي هو بجد يا جماعه اللي انا هقوله ده مش حاجه تضحك. عارفه اللي هو ايه؟ الشعر بتاع المعزه بجد والله. يعني اقول لك ايه اكتر من كده؟ انت اكيد عارفه الملمس بتاعه، او اللي هو الحاجه اللي احنا الهدوم اللي بنلبسها في الشتاء دي اللي هي بتبقى ناعمه قوي دي. الفرشه لازم تكون بالنعومه دي. ليه؟ عشان لما تيجي تحطي عليها الحاجه تبقى ناعمه على بشرتك، ودي هتخلي الحاجه اللي انت بتحطيها تبقى بتتفرد احسن، عكس الفرش المعفنه دي بجد اللي هي تحسيها بلاستيك. اول حاجه تحطيها كده تحسي ان هي مش ألذ حاجه، ومش بتوزع الحاجه اللي انت تبقي حاطاها كويس. عايزه اكلمكم برضو عن الفرش. الناس اللي لسه بتبدا ان هي تحط ميك اب او تتعلم، اوعي تحطي اسمه ايه ده، الفاونديشن اللي هو كريم الاساس، عشان بس الناس اللي مش بتبقى عارفه الاسامي بالفرشه. ليه؟ عشان انا بشوف ان ده عبث، وان انت مش هتعرفي تظبطيه زي ما الميك اب ارتست بتظبطه. فولا يعني عايز بس خبره شويه تعرفي تحطيه بعد كده. بس تستخدمي ايه؟ بيوتي بلندر. يا ريت عارفه لو تستخدمي على وشك كله بيوتي بلندر صغننه. هي لونها على فكره بيج غامق، عشان بس ما تقولوش ان هي مش نظيفه او حاجه. انا كده كده كنت مستخدماهم، بس يعني هما الوانهم مش عارفه هي ليه باينه كده. المهم
ما تستخدميش الكونسيلر او قولي معايا الفاونديشن بالفرشه دي حلوه جدا، انا بحط بيها، بس ده عشان انا بقالي كتير قوي بحط. ولكن انت في الاول استخدمي اللي هي البيوتي بلندر، وخصوصا الصغيره. عارفه لو الصغنونه دي بجد عملتي بيها وشك كله، هتحسي ان وشك كله كل حته دخل فيها الفاونديشن واتظبطت كده، وبقيتي حاسه ان انت مش عندك اي مشكله في بشرتك. طيب في حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها بالنسبه للبيوتي بلندر، دي مهمه قوي. بصوا دي، شايفين المثلثه دي؟ انا عندي منها كذا واحده، بس انا ما لقيتش غير واحده بس. فالمثلثه دي مهمه. هتقولوا لي مهمه ليه؟ احنا كده بنتكلم عن الفرش وبنتكلم عن البيوتي بلندر. مهمه ليه؟ شايفين الحته اللي هي جنب العين دي لما بنحط بنرسم عينينا، بعد كده لما بنجيب مثلا اي بودر ونيجي نحدد شكل العين، بنعمل كده من هنا كده، من هنا نقوم عاملين كده خط، فتحسي ان العين اتسحبت معاكي. او نيجي نحدد هنا الحته دي بعد ما نحط البلاشر او نحط الكونتور، وهنتكلم عن الكونتور دلوقتي، باجي برضو احدد كده، فتحسي ان عملت كده سحبه كده للوش. فدي حاجه مهمه قوي. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، بس قبل ما اقول لكم على حاجه، انتوا لحد دلوقتي لسه ما عملتوش لايك، ودي حاجه وحشه مزعلاني منكم. عايزه بقى قبل ما انسى اقول لكم على الفرش. الفرشه بتاعه البلاشر دي اساسيه معايا، لازم يكون بالشكل ده، او اللي هي بلاش يا جماعه. حاجه تانية نصيحه، الكبيره قوي دي، في فرش كده بتبقى كبيره وبتبقى ناعمه وبتبقى تحفه الملمس بتاعها، بس بلاش دي. هقول لكم ليه بقى؟ عشان لما بتيجوا تحطوا في حته معينه على الخد ممكن تنزل تحت او تطلع فوق، خصوصا لو انت لسه بادئه تحطي ميك اب، فدي بلاش منها. وهاتي الشكل اللي انا بقولك عليه ده، حلو قوي. الفرشه دي بتاعه الهايلايتر بتحطي بيها كده اللي هو هنا. طيب انا دي واسعه، انا شايفه ان دي واسعه. يعني ايه واسعه؟ يعني بتاخد برده مساحه كبيره، نفس فكره الفرشه اللي انا قلت لك ما تجيبيهاش، عشان خاطر الهايلايتر ده بيتحط في اماكن رفيعه قوي، مثلا هنا بيتحط في حتت كده عشان ينورها. فدي انا شايفه ان هي يعني عارفين اللي هي واسعه ازاي، اللي هي منفوشه شويه، فبلاش دي، وهاتي اللي هي اخف شويه. طب دي انا بعرف استخدمها ليه؟ عشان انا برده بقالي فتره بعرف استخدم الميك اب كويس. وبلاش تحطي لي الهايلايتر بفرشه شبه كده، شايفين فرشه شبه كده دي، بلاش تحطي لي الهايلايتر بيه. ليه؟ لان هو هيكتل منك، هو عايز يتفرش كده، يتفرش، فاهماني؟ في الحته اللي انت بتحطيها او عايزه تنوريها. فدي الفرش. عايزه اتكلم عن حاجه تانية في الفرش انت محتاجه بجد، هي يا رب الاقيها هنا، استنوا اهي، لا اهي دي، عشان تحطي اسمه ايه ده؟ قولوا معايا انا بنسى، اللي هو الفوق عين ده، الاي شادو. يا لهوي انا نسيت ازاي بجد، يعني انا اصلا طالعه بقول لكم تعملوا ايه وانا ناسيه. عشان تحطي الاي شادو كويس انت محتاجه فرشه تكون بالشكل ده. يعني بصوا انا عايزه اوريها لكم شويه، يا رب تكون باينه اهي. فرشه كده، ليه؟ انت مش محتاجه غير الفرشه دي، وفرشه تانية تكون عريضه كده مبططه زي اللي انا وريتها لك دي، او دي مثلا. والفرش اللي هي رفيعه قوي برضو انا بحبذ اللي تكون شعرها ناعم، زي ما اتكلمنا عن خامه الفرشه. طيب ليه دي؟ عشان ندمج بيها. هتقولي طب انا بحط لونين وانت بتحطي اللون التاني، هاتي جنبك منديل كده وامسحي فيه مطرح اللون خالص لحد ما تتاكدي ان اللون ده ما بقاش موجود، واستخدميها في اللون التاني عادي. هي دي اللي هتوفي وتكفي لو انت لسه بادئه. بالنسبه بقى للفرشه الصغيره دي اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا عندي منها كذا واحده، طبعا انا مش هطلع لكم كل الحاجات اللي عندي دي، بقى بنستخدمها في الحته اللي قدام اللي هي في العين، لما بنعوز ننورها كده، اللي هو لما بنحط مثلا حاجه بتلمع، حاجه فاهمين، في اول العين كده. فدي بتبقى حلوه قوي لان هي بتتحكم في المكان الصغير. فالفرش دي مهمه، هي والفرشه اللي انا وريتها لك دي بتاعه الاي شادو. انا خايفه اكون ناسيه حاجه تانية في الفرش. بصوا بقى في الفرشه هتلاقوا برضو حاجه شبه بتاعه البلاشر كده، بس شكلها كده الطويله دي يا جماعه. وانتوا بتحطوا، انا عايزاكم تركزوا معايا، بصوا بتنمي النكو كده، بتنمي النكو كده، فبتخليكم مش متحكمين في الحاجه. انما دي حلوه قوي، بصوا بتعملي كده، اللي هي اصلا ماشيه مع جسمك، مع وشك يعني، فمش هتضايقك. فكده دي الفرش. عايزه اتكلم معاكم عن اهم فرشه، يا رب الاقيها اهي، اهم فرشه من الفرش، وهي فرشه الحواجب. هتقولوا لي طب فرشه الحواجب دي شكلها ايه؟ دي رفيعه ومدببه عشان ترسم شعرايه.
طب عارفين الفرشه دي ما كانتش فرشه ولا رفيعه ولا مدببه، دي كانت فرشه عاديه زي دي اللي هي رفيعه، بس مش الرفع اللي هو يرسم لك شعرايه شعرايه. طب امال انا عملت ايه بقى؟ انا جبت عارفين انتوا الشفره بتاعت الوش، جبتها وقعدت كاني بشيل شعر الفرشه كده وبنحته لحد لما خليتها صفين شعر بس جنب بعض. ليه؟ عشان لما اجي ارسم الحواجب بتاعتي يكون الحواجب بتاعتي شكلها حلو. طيب بالنسبه للحاجه بتاعت الحواجب اللي انا برسم بيها، انا ما بستخدمش القلم ده. انا دلوقتي وانا طالعه حطيت بالقلم ده، لكن انت مش هينفع تستخدمي القلم ده، عشان لو انت مبتدئه هتلاقي ان القلم عمل خط كده والشكل اللي كلنا ما بنحبوش. امال احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نرسمها كده شكل حلو ونملى له فراغات، حتى لو مش بنعرف نعمل اللي هي الشعرايه، ولكن انا عايزه يبقى شكلها طبيعي شويه. اعمل ايه؟ انا عندي جل الحواجب ده انا كنت جايباهم الاتنين دول كانوا ب50 جنيه، فانا طبعا في وقت دي مخلصه 3/4، باخد منها كده بالفرشه اللي انا عملتها اهو كده، وبعمل كده اللي هو بقعد احاول املى الفراغات. انا عارفه طبعا ان انتوا مش شايفين قوي، بس هي بتتظبط. انا هبقى اوريكم الكلام ده كله في فيديو تاني، فانا دلوقتي بوريكي الحاجات الاساسيه اللي تكون عندك زي الفرشه دي والجل بتاع الحواجب ده. طيب الناس بقى اللي صعب عليها قوي تستخدم الفرشه والجل بتاع الحواجب، انا مش لاقي القلم بتاعي دلوقتي، القلم اللي بيرسم شعرايه ده اللي هو بيبقى فيه 3 حاجات، انا هحط لكم صورته دلوقتي، ده تحفه بجد. هو ده هيساعدك اكتر من الاتنين دول حتى، واكتر من القلم ده. وبلاش نستخدم اي حاجه تبين شكلنا مش طبيعي، حتى لو احنا بنحط الكلام ده لجوزنا يعني في البيت عادي، بلاش الكلام ده. او حتى لو انا عندي مناسبه بناتي، بس بلاش برضو اعمل حاجه تكون شكلها مش حلو عليا، في مقابل ان انا ممكن اعمل حاجه تكون شكلها حلو عليا. طيب انا كده مش عارفه انا ناقص ايه اتكلم فيه في الفيديو ده تاني، عشان انا مش عايزه الفيديو يطول مني. فبصوا الفيديو الجاي مهم قوي، انا كنت عايزه اتكلم عن الايلاينر عشان فرشه الايلاينر بتفرق، بس لا انا هخليها الفيديو الجاي. فما تنسيش اللايك والسبسكرايب وبس كده، واستني الفيديو الجاي عشان هقول لك حاجات بجد حلوه قوي. واكمل برضو حاجات الحواجب، لان انا ما كملتش حاجات كتير قوي في الفيديو ده بجد. فبصوا الفيديو الجاي مهم قوي، فما تنسيش اللايك والسبسكرايب وتستني الفيديو الجاي وبس كده. وتبعتي الفيديو بقى ده كله لكل صاحباتك الكيكات اللي نفسهم يتعلموا ميك اب او مش عارفين يشتروا ايه، وهقول لكم برده على اسعار الحاجات اللي ممكن نجيبها، ومش لازم الحاجات تبقى غاليه قوي، ممكن تبقى في متوسط السعر لو احنا لسه عايزين نتعلم. وبفكرك ان الميك اب حرام نخرج بيه، حتى لو انا مثلا جايه حاطه لكم ميك اب، بس انا بقولك حرام ان هو نخرج بيه، الحرام حرام والحلال حلال. فده تتعلميه لبيتك لجوزك لاي مناسبه بناتي، لكن اي حاجه غير كده انا ماليش دعوه. وبس كده.